أعلن الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا عن عودة الدولي المغربي نايف أجرد إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملعب لأسابيع، مؤكدا أهمية هذا الحدث للفريق قبل مواجهة تولوز غدا السبت من الدوري الفرنسي. وأوضح دي زيربي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة أنه عاش حالة من القلق قبل مواجهة نيوكاسل بسبب غياب أجرد، قائلا: لم أنم ليلتين عندما علمت أن أجرد لن يشارك أمام نيوكاسل. وأضاف أن العودة المدافع المغربي إلى المجموعة تمثل خبرا مميزا للفريق، رغم أن الأمر يظل جزءا طبيعيا من عودة أي لاعب من فترة العلاج. وأكد مدرب مارسيليا أنه طلب من الطاقم الطبي متابعة اللاعبين الذين يشاركون بشكل مكثف، مبرزا أن وجود أكرد داخل المجموعة يمنح الفريق توازنا كبيرا نظرا لدوره المهم الذي يلعبه في خط الخلف وخبرته الدولية. يذكر أن الإصابة حرمت أجرد من المشاركة مع المنتخب المغربي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث غاب عن مواجهة الموزمبيق وأوغندا ليتم تعويضه بالمدافع الشاب عبد الحميد أيت بودلال.